أستاذ ربنا يبارك منصور، فيك. يعني دي كانت فعلا روح الميدان اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. نعم. ناس كتير اتفرقت وكل واحد عايز ياخد اي حاجه، وكل واحد عايز يعمل زعامه ويعمل ان هو ريس ويعني عايز يتصدر المشهد السياسي على حساب المصريين وعلى حساب الوطن. نعم دي حقيقة. للأسف. المصالح الشخصية بانت والأمور بقت متكشفة، والذكي يفهم. الأول كنا يد واحدة، ما تعرفش إزاي. والإقناع سقط. طب استاذ نعم. منصور، نعم. يعني استاذ ابراهيم، يعني لو انا كلام الاستاذ منصور يعني بيوضح قوي الحاله اللي احنا كنا عايشينها والحاله اللي احنا عايشينها دلوقتي. نعم. هل احنا ممكن نرجع كمصريين بعد القرارات، يعني خلونا ناخد شويه حته سياسه بس صغيره، نعم. بعد القرارات اللي اخذها الرئيس مرسي وعيد على المصريين كلهم من ازدواجيه السلطه، بقى عندنا دلوقتي سلطه تنفيذيه واحده لا ينازعها احد، ولا حكم وسلطة العسكر اللي تشريعية. دام 60 سنه. حضرتك تتخيل وحده الميدان ووحده المصريين والروح الجميله اللي احنا كنا عايشينها في الميدان تبقى موجوده في الفتره الجايه ولا ايه؟ والله احنا في هذه الليلة المباركة ندعو لهذا الرجل ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا به. نعم. فبندعو الله ان ربنا يثبته ويأيده بنصر من عنده، لان الشيلة تقيلة وهو صحيح. مستلم البلد مقطعة الى 100,000 قطعة. جميل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يا هو رب. يثبته ويأيده بنصر من عنده، لان الحرب شرسة وضروس ولسه الدولة العميقة شغالة شغل صحيح. جامد قوي. ولكن احنا قول المولى عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير والله الماكرين. خير الماكرين. نعم. والله غالب على امره ان شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن ان شاء الله. الله ان شاء الله. بس أنا متفائل جدا، لأن الشعب المصري شعب ذكي. نعم. وشعب واعي، وأعتقد أن هو فهم الدرس كويس. واعتقد ان الامور كلها زي ما مولانا الشيخ ابراهيم قال، الامور تكشفت والاقنعه سقطت، وكل واحد اتعرف مين اللي بيعمل لمصلحه مصر ومين اللي بيعمل لمصلحته الشخصيه. فان شاء الله طيب جميل.